النجم الساحلي يلقى روحه قدام جمهوره من جديد نهارين بعد الجلسة العامة التقييمية للجمعية. حاولنا قدر المستطاع باش نعطيو الإضافة، أعطيناهم فكرة عامة على الإنجازات متاع الموسم المنقضي، الوضع المالي متاع الجمعية. النجم الرياضي الساحلي عمل موارد ما يقارب 16 مليار و300 ونفقات ما يقارب 22 مليار وشوية، فهمتني، ولذلك ثم خسائر مالية للسنة الرياضية الممتدة من 30 جوان 2016 ل 30 جوان 2017 ما يقارب 7 مليارات و200. السي ا بي خرج من انتصار عريض على الملعب التونسي نهار الأحد، تنقل البارح لسوسة وواجه النجم الرياضي الساحلي اللي يلعب مباراته الثانية مع مدربه الجديد خير الدين مضوي، المدرب اللي كثر عليه الكلام بعد تعاقده مع النجم على علاقته بفريقه السابق وفاق ستيف اللي هدد بالالتجاء للفيفا. لا نشجعوا مدرب باش نفكوه ويخرج من فريقه. علاقتنا طيبة مع وفاق ستيف، علاقتنا طيبة مع الفرق الكل. جمعية النجم الرياضي الساحلي جمعية كبيرة تعرف الأصول واحنا ما غلطناش في أي حاجة. هذا مدرب عنده في العقد متاعه عنده دي كلوز معينين ليبراتوار، قام بالواجب وما ظهرليش ليطوال احنا غلطنا في حتى شيء. مضوي اللي يهبط المباراة بهجوم يقوده عمرو مرعي وراها كوستا، وهذا اللي ترجم سيطرة كاملة للنجم في الشطر الأولى متاع الماتش، والمواجهة كانت فيها برشا حركية على الجهة اليمين مع طلوع حمدي النجاز ومساندة عالية من بنغورا في أكثر من مناسبة، وين في كل مرة توزيعات وتمريرات ما توصلش كما يلزم على الجناب وما يستغلهاش في أكثر من مناسبة عمرو مرعي اللي كان دفاع سي بي والحارس الثامني أسبق منه في محاولاته في النصف ساعة الأولى. هجوم ليتوال نوع في هجماته وعمل أكثر من فرصة على الجهة اليسار مع غازي عبد الرزاق والعامري، واللي الضغط نتاعهم كاد يجيب البونت الاول، لكن اكوستا عمل اكثر على الفنيات نتاعو. سيطرة ليتوال جابت اكثر من كرة ثابتة، والتوزيعات وركنية الاحمر اللي ترجع من الدفاع خلته يستغل سوء التركيز من دفاع السي بي، كرة تتعدى قدام الناس الكل قبل ما اكوستا ما يفلتش الفرصة ويماركي البونت الثالث ليه في البطولة، يخلي سكور يولي واحد بلاش. نتيجة يوفى عليها الشوط الأول رغم محاولة بانغورا اللي تلقى خميس الثامن، وما شفنا حتى رياكسيون من السي بي اللي خسر لاعبه حمزة جلاسي في ربع ساعة الأولى نتاع الماتش بسبب الإصابة. طلعت شت كرة بالراس كي هبطت ضربني بساقه في الطلعة، فهمتني، جاتني في ركبتي على جنب بون كونتيزيون، هي اما جات قوية الشوك القوية، فهمت، دونك ان شاء الله غدا نمشي نصور ان شاء الله لاباس. الرجوع من ليفستير ظهر ردة فعل قوية من الضيوف، وزياد العونال اللي حاول في اكثر من مره الوصول لمرمى البلبولي، ومع الدرجين الاولانيين نتاع الشوط الثاني البريسيون تاع السي بي على دفاع ليتوال جابت نتيجه بعد ما جاسم الحمدوني يفك كره على الجهه اليسار، يمد كره لفراس بالعربي اللي بساقه اليسار يراوغ بوغطاس وبنفس الرجل يحط كره على يمين البلبولي، يعدل بها نتيجه ويترجم الفورمه الكبيره اللي يتعدى بها من منذ. انا فرحان برشا اللي نكور في النادي الرياضي بنزرتي ودائما نعمل نعطي في روندمون هكا، معناها قاعد نكور بالديسك راني مرتاح في بنزرت. بعد الواحد واحد المباراة طلع فيها نسق وشفنا أكثر كورة، وخير الدين مضوي دخل سليم بن بالقاسم اللي غاب مدة على تشكيلة ليتوال. تشكيلة ليتوال اللي راجعوا ملاعبيتها شادوا المباراة في ايديهم وسيطروا هجوميا مباشرة بعد قبولهم للهدف، والبدوي ما يستغلش الخروج الغالط بتاع خميس الثامن. الريتم قعد طالع والكرة تحركت أكثر في ربع ساعة الأخرى نتاع الماتش، وعمرو مرعي اللي عدى البارح ماتش كبير أكد هذا وما خلاش التمريرة الممتازة نتاع سليم بالقاسم تتعدى من غير ما يعطي بها الأسبقية من جديد الفريق. في بونتو يعطي أكثر من استنتاج على تألق مرعي في مركز مهاجم أول وعودة من بعيد لسماريس بعد غياب تخليه يكون حاسم ويعمل الفارق. قدروا اللاعبين اللي دخلوا اليوم ويقدموا الإضافة ويعني يلعبوا في منصب هذا الثلاث لاعبين يعني بطريقة عادية جدا. احنا في خدمة الفريق أولا بطبيعة الحال وفي خدمة اللاعبين لتطوير قواهم وهم لازم عليهم المجهود المضاعف. تغييرات مضوي كانت حاسمة البارح، واللي زاد دخل البريقي مكان النجاز، البريقي اللي ما يستناش أكثر من دقيقة بعد دخوله يخدم كرة مع مرعي على الجهة اليمين يدخل 18 ويجبر الدريدي باش يعمل الفوت. بينالتي نفذها حمزة الأحمر على مرتين، طريقة فنية المرة الأولى تتعاود بطلب من الحكم على يمين الثامري، والنجم يأكد تفوق وسيطرته قبل درجين من 90. وحتى عودة السيابي كانت متأخرة وتحديدا مع الصفرة النهائية وين الحبيبية كانت حصل على ضربة جزاء وخلى سكور فينال يوفى 3-2،
وانتصار يخلي النجم يعلن بدايته القوية مع مدربه جديد، وهي بالمناسبة أول مرة يعمل فيها زوز انتصارات متتالية منذ انسحابه من رابطة أبطال أفريقيا. الحمد لله فوزين متتاليين يخلي الفريق يأخذ أكثر ثقة. لاحظنا اليوم شخصية الفريق ما ضاعتش، خاصة بعد تسجيل هدف تعادل من طرف الفريق الزاير، وين احنا يعني تقريبا رجعنا في المباراة بسرعة، وكان يعني هدوء تام ومسؤولية كبيرة من اللاعبين، نظن خلتنا نرجع في المباراة. كما ترى معنا دوز ماتشات على ارضيه ميداننا، ما لازمناش معناتها نضيعوا نقاط، جبنا 6 نقاط ليسونسيال معناتها رجعت الروح للكيب نتاعنا، ورجعنا ان شاء الله في الكلاسمون، ظهر لي نحن الثالثين توا. الحمد لله على الاداء والحمد لله على البونت، والواحد فرحان اكتر يعني من الاداء ومن اللعيبه النهارده كانوا كويسين قوي، وان شاء الله ربنا يكرمنا بدايه انطلاقه للدور الثاني، والحمد لله يعني نقضي اجازه سعيده ان شاء الله. في المقابل السي بي ما ينجحش باش يرجع بنتيجة إيجابية من سوسة قبل توقف البطولة. نحن ممكن اثر شويه الماتش نتاع الملعب الرياضي التونسي، حطينا ثقل برشا في الماتش هذاك، حسينا شويه تعب للجوارات، حبوا يعملوا رياكسيون مي فما شويه تعب، تحس شويه تعب للجوارات، هو ممكن اللي اثر شويه على الكوتي تكنيك وتكتيك.